الولد بالغلط وقع موبايله في البحيرة، ولما طلعه ما كانش مصدق إن الشاشة المكسورة رجعت سليمة، وكمان جرح إيده ما بقاش موجود. بدأ يشك إن مية البحيرة فيها قوة بتصلح كل حاجة تلمسها. عشان يتأكد جمع كل الحاجات المكسورة اللي في البيت ورماها في المية، ولما رجع لقاها كلها متصلحة فعلا. فساعتها اتأكد إن تخمينه صح. بعد ما فهم ده جات له فكرة جريئة جدا إنه يرجع أمه للحياة. بالليل وهو ماشي على أطراف صوابعه عشان أبوه ما يصحاش، خرج بالعلبة اللي فيها أمه، بس أخته إيلي لمحته واتبعته. عند البحيرة واجهته واتخانقوا، ووقعت كراسة رسمها في المية. لما طلعوها لقى كل الرسومات اختفت. وفي الليل سمعوا أصوات جاية من الغابة. تاني يوم إيلي قالت لأبوهم إنها سمعت خبط على الشباك، ولما فتح لقى الإزاز متغطي بدهان أصفر. الولد اعترف إن إيلي كانت بترسم وحوش، وإنه خايف البحيرة ترجعهم للحياة، بس الأب ما صدقهوش غير لما لقى طبق مكسور متصلح لوحده. وفي الأتوبيس إيلي شافت نور وإيد زرقاء، وطلع وحش من رسوماتها. الوحش زق الأتوبيس على أرض الذرة وفضل يلف حواليه. الولد شغل لحن نوم فسكن الوحش وخرجوا الطلبة، لكن الوحش صحى وجري وراهم. في الغابة قابلوا وحش صغير مرسوم، صرخ بصوت حاد فاستدعى وحش نمر ضخم. إيلي وأخوها أنقذوا صاحبهم ورموا الوحش الصغير في المية فاختفى لأنه معمول بالألوان، بس النمر كان كبير فشغلته إيلي بحجر لحد ما هربوا. وفي البيت الأب لقى كورة حمراء بتتحرك لوحدها، وساعتها بس صدق كل كلمة قالها ابنه.